السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم خير علينا وعليكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. النهارده غدانا بسيط ومش مكلف ولا حاجه. جبنا كيلو لحمه. قلنا ايه، كنت عايزه اعمل حله محشي واحطه فيها، يعني اعمل محشي واحط في ديل الحله من تحت. قالوا احنا عايزين بسله النهارده نعمل بسله. قلت لهم يلا مفيش مشكله. يوسف قال عايز اكل بسله يا ماما، قلت له خلاص مفيش مشكله، هنعمل بسله. طبعا انا بنقع اللحمه الاول بشويه خل وليمونه وشويه دقيق. بس طبعا ما جبتهاش على الكاميرا، انتوا عارفين طريقه النقع بتاعتي، يعني مش كل مره اوريكم عشان طبعا ما اطولش الفيديو عليكم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. وقلت بقى اما الوحها الاول، انا بحب الوحها. في لحمه كده بتحس ان هي بتصرف ميه مش نظيفه، بحب ان انا الوحها. لو فيها ميه مش نظيفه بصفيها، ميتها حلوه وكويسه بسيبها. دي طريقتي يعني في الطبيخ، مش بحب اغلي الميه واسقطها يعني وكده. اهو لقيتها ميتها نضيفه وحلوه، قمت احط بقى البهارات بتاعتها عليها. لان لقيت الشوربه بتاعتها نضيفه ازاي من تحت، يعني شوربتها كويسه مش وحشه. هحط بقى البهارات بتاعتنا، انتوا عارفين الفلفل الاسمر والكمون وورق الحبهان والورق اللولب وشويه ملح بيض وحته خشبه قرفه كده يعني، مش عارفه اسمها صراحه يعني، بس تيجي مع البهارات دي يعني ايه، والبصلايه وحبيتين الطماطم. بسيبها بقى مع نفسها تاخد ايه، تاخد وتدي مع نفسها كده. احس ان هي هتلزق، اقوم حاطه لها شويه ميه بسيطه كده مش بكتر. ولما بتستوى بقوم مزودها، بقوم مزوده كميه الشوربه اللي انا عايزاها يعني. قطعت بقى بصلايه على ايدي، وقلت لما اعمل التقليه، وعملت ضربت صلصه طماطم. طلعت كيس بسله من الفريزر اهو. قلت يلا اما اعملها، والتقليه سوت نص سوا. قلت لما اشوفها ايه، ولقيتها عايزه، حسيت ان هي بيضه شويه، حطيت نص معلقه صلصه عليها تظبطها، حمرها يعني، بتدي لها لون حلو برضو. لو بتكون الطماطم حمرا وحلوه ما بحطش عليها يعني، دي مش ضروري يعني عايزه بحط، مش عايزه ما بحطش. وشويه ملح بيض، وهنزل بقى بالبسله تاخد وتدي مع بسوي الصلصه نص سوا، وانزل عليها بالبسله تاخد وتدي مع بعضها كده. هسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها، ولما تكمل فككنها، لانها كانت لسه طبعا ان هي مجمدة ايه، نص تجميد كده. كنتش مطلعاها من زمان لان الجو حر، بطلع الحاجة قبلها بحاجة بسيطة. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. وادي اللحمة اهي استوت نص، يعني حسيت ان هي زودتها شوية مية اهو. وهسيبها بقى مع نفسها كده ايه، تاخد وتدي مع نفسها. اهو هزودها كمان شوية، واسيبها بقى ايه على كده لعند ما تستوي. شربتها فاتحة ولونها حلو، ما هوش غامقة ولا حاجة. ويعني تحس ان هي مش الشوربة مش سمرة، شوربتها حلو وريحتها جميلة والله، وطعمها جميل. والبسلة بتاعتنا استوت اهي، هنزلها. هي كانت لسه عايزة غلوة، بس طبعا الغلوة اللي بتعوزها الأخيرة دي نحطها في يبقى بخلي اللحم برضو فيها ريحة بسيطة كده، تقوم تاخد مع ايه، مع بعضها ايه، تاخد 5 دقايق أو أقل من 5 دقايق على النار مع بعضها، تقوم حتة اللحمة تشرب منها يعني، عشان يبقى طعمها حلو يعني. ريحة البسلة والله ريحتها جميلة. كانت مع ان الجو حر والغدا الطبيخ مش محبوب في الحر، بس كانت غدوية والله، كانت طعمها حلو، وكان البسلة طعمها حلو. وحتة اللحمة اللي اتحطت فيها دي مديلها نفس ومديلها طعم حلو. اللحمة استوت، والبسلة رجعت حطيتها على النار تاني، ولعت البوتاجاز عليها تاني. هنشيلها بقى مع بعضها كده. بشيلها بقى حتة بحتة كده احطها، ولما تكمل سواها يعني حاجة بسيطة واقوم شايلاها اهو. ما غبتش عليها كتير، قمت شايلاها بقى من على النار، وحاطه ميه الرز. والشوربه لما اجي مثلا اسخن هقوم مزودها برضو كميه الشوربه اللي انا عايزاها، لما نشيلها كده ونضف البهارات والحاجات اللي فيها والطماطم والبصل والحاجات اللي فيها. وادي ميه الرز والله تعالى، أنا على فكره بحب احط ميه الرز على النار، لان البوتاجاز بتاعي بوتاجاز قديم ونار واطيه. يعني البوتاجاز دي المفروض تتحط في الاساور، ده البوتاجاز ده بتاع فرحي، يعني جوزي بقالي 26 سنه.
بتاع فرحي، يعني المفروض يتحط في تمثال. ان شاء الله اجيب له واحد جديد بأمر الله، يعني هو اللي نزل في الخطة يعني. وحطينا ايه مية الرز اهو، شوية الرز، هي حيلة الرز بتاعتنا مش كبيرة بس بخاف احطها النار مش عالية ان هي تجوب الحلة على طول. بغلي المية واقوم مسقطة، بحط المية واغسل الرز واقوم مسقطة. وادي غدانا غدا بسيط خالص. وادي الشكل النهائي، يعني تقدروا تقولوا الشكل النهائي. اللحمة في البطاطس، في الطبيخ البسلة، واللحمة برضه فيها بعد حتت الشوربة، فيها حتت بعد حتت دي. وادي الرز، ومتنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر ونزل كل جديد. والسلام عليكم.